يا هلا والله، ويسعد لي أوقاتكم يا رب بكل خير، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب تصومون كل سنة وأنتم بأتم الصحة والعافية، ويجعلنا وإياكم من عتقائه يا كريم. أول حاجة حبداها معاكم العصيرات. هذا عصير الجزر والبرتقال ما نستغنى عنه، لازم مرة بالأسبوع أو مرتين نسويه، هو وعصير قمر الدين. حطيت بس الجزر والبرتقال في المحضرة هذه، آلة العصر البطيء تفصل لي القشور والبذور، والعصير تستخلصه لي، وبس أصبه مع أحط عليه ثلج وأقدمه، لا عسل ولا سكر. خلاص، بس إنك تختاري البرتقال يكون برتقال عصير. يعني إذا رحتي لقسم الخضروات قولي لهم هذا برتقال عصير ولا برتقال أكل واستخدميه. العصير الأخضر أنا أقول لكم ميزته تشربونه على الريق. يعني إذا حسيتي نفسك ما عندك طاقة، خمول وكسل، هذا يعطيك نشاط. خذي لك كاسة في اليوم وتعالي شوفي الطاقة والنشاط. غني بالحديد وغني بالألياف، مرة ممتاز مرة ممتاز. حكتب لكم مقاديره في الأسفل. طيب، حبدأ معاكم الحلا مثلثات السميد، أو اللي يسمونها قطايف السميد أو نجمات السميد. اختلفت المسميات باختلاف الأشكال، ولا العجينة واحدة. خلاص، حكتب لكم مقاديرها. أنا استخدم المقادير المعيارية، أنتوا دائما تسألوني عن المقادير اللي أكتبها. مقاديري بالمقاييس المعيارية، وأفرغها بالقوالب هذه بالصحون هذه بس عشان التصوير، عشان أنا أصور بالسناب والإنستغرام، فهذه تساعدني في التصوير. خلاص، عجنت عجينتي هنا وما حتركها تتخمر على طول. أنا استخدمتها، حطيت فيها خميرة بس ما تركتها يعني ترتاح مرة كثير، بس على بال ما أجهز الحشو اللي هي جبن كيري قطعتها واستخدمتها. كورت العجينة عندي وتركتها ترتاح تقريبا 10 دقايق أو 15 دقيقة. ما طولت معاي لأن أصلا عندي الخميرة جديدة فما تحتاج تخمير، ولأن الكمية عندي قليلة فما يحتاج تخمير. كل كورة حاخذها وأقطعها دوائر بهالشكل. شفت القوالب اللي صورتها لكم، في قالب القطايف وفي قالب المثلثات، بس ما كان موجود عندي فاستغنيت عنه. حسوي لكم شكلين، شكل القطايف وشكل النجمة، مثل ما هو واضح عندكم في الفيديو طريقة التشكيل. تضمين الطرفين وبعدين تضمين الطرفين وتجمعينهم كلهم مع بعض نفس هالشكل. حاولي انك تشتغلين بسرعة في العجينة، او انك تفردين كمية قليلة، يعني تقطعين مثل ما انا قاطعة تقريبا 6 قطع وشكلتها. يعني لا تفردين العجينة كلها وتقطعين أكثر من 6 قطع تنشف عليك، لأن إذا نشفت عليك ما حتقدرين تقفلينها. خلاص، أنا خلصت الكمية اللي عندي، تقريبا سوت 33 أو 32، والله ماني فاكرة. المهم إني فرزنتها، وبعد ما فرزنتها طلعتها يفك عنها الثلج واستخدمتها وقليتها. قليتها بزيت متوسط الحرارة وغزير. هذا الشكل الأول اللي هو شكل القطايف. انتوا عاد بدعوا بالأشكال، إن حبتوها قطايف أو إن حبتوها نجمات أو مثلثات. القوالب اللي عندك متوفرة استخدميها، وأنا أشوف شكل القطايف أحلى. انتوا إيش رأيكم؟ إيش أحلى، القطايف ولا النجمة؟ وقلبوها عشان تاخذ لون واحد ويصير لونها ذهبي. وأول ما تحمر بهالشكل خلاص ارفعوها عن الزيت، وعلى طول وهي حارة سقوها بالشيرة. أنا الشيرة سويت الشيرة الثقيلة، لا تسوون الشيرة الخفيفة حتطلع لكم ما هي طيبة. يعني خلوها ثقيلة زي العسل، حتطلع لكم مرة لذيذة وماسكة. حكتب لكم كذلك مقادير الشيرة. يلا خلونا نشوف وصفتنا الثانية. عندي هذه التتبيلة أنا معتمدتها للدجاج المشوي، سواء بصدور الدجاج أو بالدجاجة الكاملة. عندي خردل وزبادي وصلصة طماطم، بهارات. حكتب لكم أنواع البهارات في الأسفل. صدور الدجاج دقيتها بالمطرقة الخشبية لما صارت عندي خفيفة. وانتوا إذا ما عندكم المطرقة
شرحوا الصدور، يعني خلوها 3 شرايح. الصدر الواحد يقطع لكم إياه 3 شرايح. طيب حنزل عليها التتبيلة واتركها بالتتبيلة مع زيت الزيتون وغطيها. يعني لو خليتيها ليلة كاملة بتكون لك ألذ وألذ. إذا مستعجل عليها خلاص ابدأ فيها على طول. أنا حبدأ فيها على طول. عندي هذا الصاج من هوم إليك من قصر الأواني، تشوفونه مقسم القسمين، قسم فيه خطوط بارزة حتى يسوي لك خطوط علامات الشواء على الدجاج أو اللحم. وتقدرون تتحكمون بدرجة الحرارة عندكم من 1 إلى 5. طيب أنا حطيت شوية زيت، نزلت صدور الدجاج وحبدأ أقلبها من الجهتين. صدور الدجاج ما تاخذ وقت بالطبخ، إذا طولتي بالطبخ فيها ترى حتصير قاسية معك، فالأفضل إنك خلاص إذا شفتيها تحمرت واحسبي لها تقريبا 3 دقايق لكل جهة، فخلاص اكتفي وغطيها حتى تحافظ على عصارتها وتصير معاكي لينة. أبدا صدور الدجاج ما تاخذ وقت زي لما تكون دجاجة كاملة. ححط عليها البصل والفلفل الرومي وأتركها تذبل، وبعدين حرفعها وأكمل استواء الدجاج. يعني لا تخلونها طوال فترة استواء الدجاج، بس لما تذبل بعد كذا ارفعوها. خلاص الآن حرفعها وأحطها على جنب لأني حستخدمها مرة ثانية. أنا حطيتها مع صدور الدجاج حتى تاخذ نكهة من الدجاج والدجاج ياخذ منها نكهة، وبعدين حرفعها واستخدمها مرة ثانية. صدور الدجاج عندي استوت خلاص، حشيلها وأقطعها، أحطها على لوح التقطيع وأقطعها شرايح. بعد ما قطعتها حرجعها مرة ثانية على الصاج وأخذ لها تشويحة بسيطة مع البصل والفلفل الرومي اللي شلته سابقا. هذه صدور الدجاج بعد ما قطعتها شوفوا ما شاء الله تبارك الله مستوية، والدجاج عندي أبيض نظيف من ألذ ما يكون، لكن لو طول استواءه حتكون لك يابسة. خلاص أقلبها، والآن تقدرون تستخدمونها، تبون تحشونها بالسندوتشات بالتورتيلا براحتكم. أنا عندي هنا رقاق مطبق، أي شركة أنتوا تفضلونها ومعتمدينها ودائما تستخدمونها خلاص استخدموها. وبالنسبة للإضافات مع الدجاج المشوي أي إضافات أنتوا تحبونها، مثلا جبن شيدر، جبن شرايح، الكاتشب والمايونيز، المخلل، البطاطس المقلي، كلها هذه راجعة لكم. لكن أنا بفرزنها فما حطيت لا بطاطس مقلي ولا حطيت مخلل حتى ما تطلع مويته علي في الفريزة. حطيت بس صوص الكوكتيل اللي هي كاتشب ومايونيز، وبعدين الجبنة كرافت المبشورة، عفوا جبن شيدر مبشورة. الكرافت ما تذوب بالحشوات فما تعجبني. وحطيت مسحة جبن سايل وقفلت العجينة. في خليط الدقيق والموية يقفلكم العجينة، بس أنا اكتفيت بمسحة جبن سايل. وأكرر العملية حتى أخلص كل الكمية اللي عندي. تقدرون تصفونها بالأكياس الغذائية وتفرزنونها وتخرجونها متى ما بغيتوا، وتقلونها أو تحمصونها زي ما أنا بحمصها على الصاج الساخن. حطيت رشة زيت، تقدرون تقلونها بزيت متوسط، يعني لا تغرقون المقلة كله زيت.
الكمية اللي تخليك تضطرين إنك تقلبين الحبة على وجهها الثاني. أتمنى إنكم فهمتوا المقصد. حصف كل الحبات وأقلبها من الجهات الأربعة. وتتحمر معايا بسرعة لأني رافعة بدرجة حرارة الصاج. تقدرون تسوون هذه الحركة على مقلاة عادية على الغاز، أو تدخلونها بالفرن أو بالقلاية الهوائية. تبارك الرحمن طلعت معايا مرة لذيذة، وفضلت إني أقدمها بهالشكل. حتى بالقلي ترى طعم، يعني اللي يحبون الزيت يفضلونها قلي، مرة على راحتكم. الآن ححطها في صحن التقديم. عندي الصوص هنا رانش، صوص الرانش الجاهز، حطيت عليه شوية كاتشب، ولا الصحن الثاني شطة. اي الصوص عندكم انتو تفضلونه مع اللفائف هذه تقدرون تقدمونه. ما شاء الله تبارك الله طلعت مرة لذيذة. الجبنة ذايبة وطعم الدجاج المشوي فيها مرة لذيذ. يستاهل انكم تجربون هالطبق. بوريكم شكلها من جوا. مثل ما قلت لكم، إذا إنكم بتقدمونها من وقتها حطوا لها بطاطس مقلي ومخلل، بتطلع مرة لذيذة. وبكذا خلص معاكم فيديو اليوم. أتمنى إنكم استفدتوا منه، ويا رب ما تنسوني من دعواتكم. والله يعطيكم العافية جميعا على المتابعة، واعذروني على الإطالة. ولا تنسون دعم قناتي باللايك والكومنت، وانشروها عند حبايبكم. واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.